السلام عليكم. النهارده هنعمل اللكلوك ده، لكلوك الاطفال ده. او هو مقاس اطفال، بس احنا ممكن نعمله بالمقاس الكبير عادي ان هو يبقى حد كبير، بس هو ده اللي احنا هنعمله النهارده. عارفه ان انا لسه مخلصه فيديو او سلسله فيديوهات عن لكلوك. عارفه ان انا بعمل لكليك كتير، بس انا لغه الحب بتاعتي هي اللكليك. يعني اللي انا احبه بعمله لكلوك، اللي يحبني يديني لكلوك او يديني شراب، يعني اي حاجه تلبس في الرجل. فانا عارفه ان انا لسه مخلصه سلسله فيديوهات عن اللكلوك وكان مقاس كبير، لكن المره دي اللكلوك بتاعنا مش هيحتاج غير قعده نخلص فيها اللكلوك بتاعنا، او قعدتين، عشان كل فرده قاعده. بس ما خدش معايا ساعتين شغل مثلا. الفرده دي ما خدتش معايا ساعتين شغل، عشان من ناحيه علشان هي مقاس صغير، ومن ناحيه لان الطريقه بتاعتها فعلا سهله ومفيش فيها تفاصيل وعقد كتير. فحقيقي هو سهل، والطف حاجه فيه ان هو بيتعمل بالابره المستقيمه. هنحتاج نخيط في الاخر، لكن الخياطه بتاعته كمان سهله، ومش مبين ان فيه خياطه، ومش مبين ان فيه اي حاجه. فهو حقيقي الطريقه بتاعته سهله. هنحتاج عشان نعمل اللكلوك ده الخيط بتاعنا، هنحتاج ابر مستقيمه، وهنحتاج ابره الخياطه، وهنحتاج مقص، وهنحتاج الورق والقلم اللي احنا بنكتب فيه الخطوات بتاعتنا علشان الفردتين يبقوا زي بعضهم. انا بالنسبه لي الخيط اللي انا شغاله اللي هشتغل بيه البكرتين دول، مزجه اللونين مع بعضيهم. يعني هشتغل بيهم كانهم خيط واحد، يعني يبقى بالمنظر ده. هو مش باين قوي عشان الاشاره، بس هيبقى بالمنظر ده، علشان انا لقيت ان كل خيط لوحده كان رفيع قوي على ان هو يبقى لكلوك. بلس ان انا حسيت ان اللونين بيندمجوا مع بعضهم بشكل حلو، ولان انا البكرتين دول حجمهم مش كبير قوي، فلو استعملت بكره واحده مش هتخليني اعمل الفردتين براحتي، هحس ان انا مزنوقه في الحجم وممكن ما يكملش فردتين يعني. فعشان كده مزجتهم مع بعضهم فادوني لون حلو وشكل حلو، وقضوا معايا الفردتين يعني. الابر اللي انا قلت هنستعملها الابر المستقيمه. انا بالنسبه لي هشتغل على الابر الدائريه دي بس عشان في التصوير بيبقى سهل. وانا احب استعمل الابر الدائريه دي، سواء لو هعمل حاجه مرتبطه ببعضيها او لازقه في بعضيها، او لو هعمل حاجه فرداني زي كوفيه او الكلام ده كله. بتبقى سهله قوي مع ان انا اشيلها معايا وانا ماشيه، بتبقى سهله في الشغل. مش بحس ان انا معايا الابرتين الكبار، بتبقى خفيفه شويه في الشغل والحمل بالنسبه لي دلوقتي. فدول وطبعا المقص وابره بقول لكم الخياطه اللي هنقفل بيها الشغل في الاخر. فدي الحاجات اللي احنا محتاجين نستعملها واحنا بنعمل اللكلوك ده. اللكلوك ده انا ابتديت فيه ب40 غرزه، قسمتها كده في دماغي ان انا اللكلوك ده انا بقسمه 3 تلاتات او 3 اجزاء. الجزئين اللي على الجنب اللي هما بالنسبه لي هيبقوا زي الفوت مثلا من تحت او القدم من تحت، والجزء اللي فوق اللي هو وش الرجل. فانا في دماغي كده مقسمه ان انا الجزء الاولاني او الناحيه اليمين هتبقى 14 غرزه، الناحيه الشمال 14 غرزه، واللي في النص 12 غرزه. دي التقسيمه اللي في دماغي واللي هتبان اكتر في شرح الفيديو. فاحنا نعمل كاست اون لعدد 40 غرزه، وهنشتغل كلها غرزة عدلة، وبعدين هنبقى نشتغل الجزء اللي هي الجرسي اللي فوق اللي هو الاستك، غرزة عدلة غرزة مقلوبة. كل ده هندخل دلوقتي في الموضوع وندخل في الشرح. اعملوا بس كاست اون العدد 40 غرزة، نيجي نكمل مع بعض ان شاء الله. دلوقتي احنا بنعمل الكاست اون زي ما اتفقنا، 33 34 35 36 37 38 39 40. عملنا الكاست اون 40. ال40 دي التقسيمه بتاعتهم في دماغنا دلوقتي، ان احنا مش هنحتاج ان احنا نعمل اي تقسيمه دلوقتي. الخطوه دي ان احنا هنعمل المقدمه بتاعت هنقسمها 3 اجزاء. الجزئين اللي على الجنب هيبقى كل واحده فيهم 14، والجزء اللي في النص 12. الجزء اللي في النص ده اللي هو اللي هيبقى المفروض وش القدم.
بس احنا لسه مش هنعمل اي حاجة دلوقتي في التقسيمة دي، او مش محتاجين اي حاجة من التقسيمة دي دلوقتي. احنا دلوقتي هنشتغل 8 صفوف غرزة عدلة فقط، علشان تعمل اللي هي شكل الغرزة اللي هي اسمها جارتنر ستيتش اعتقد، اللي هي بتبقى شكلها الوش زي الظهر. فهنشتغل 8 صفوف علشان نوصل لطول اللي احنا محتاجينه بالنسبة للجزء الاولاني من الشغل بتاعنا او من الاكلوب بتاعنا. زي ما قلت المقاس ده هينفع المفروض لطفل 5 سنين 6 سنين على حسب يعني ايه حجم رجله، بس هو ده في رينج 5 سنين 6 سنين، ممكن اكتر من كده شوية كمان. هنعمل 8 صفوف وغرزة عدلة فقط ونرجع مع بعضينا. اهم حاجة ما تنسوش تكتبوا، يعني كل ما نخلص خطوة نكتبها علشان الفردة التانية تبقى زي الفردة الاولانية بتاعتنا بالظبط. كده احنا خلصنا ال8 صفوف بتاعتنا اللي عملناها بس شغل غرزة عدلة فقط، ما عملناش لسه اي حاجة. ورجعنا تاني لحد البداية بتاعت الصف بتاعنا، او اللي احنا معلمينه او اللي انا معلماه بالفتلة اللي هي الاولانية اللي احنا عملنا بيها الكاست اون. انا بحب دايما ان دي تبقى بالنسبة لي نقطة البداية او نقطة الصفر لاي خطوة تانية، بيتسهل لي في التتبع بعد كده. طيب انا زي ما قلت لكم احنا تقسيمة ال40 غرزة بالنسبة لنا 14 على كل طرف، 14 هنا و14 هنا و14 هنا، واللي في النص ال12. ال12 اللي هو وش القدم اللي احنا مش هنشتغل على تقليل ليه خالص، احنا هنقلل من ال14 اليمين وال14 الشمال. هنقلل عن طريق ان احنا هنعمل كيتو توجذر او نشتغل غرزتين مع بعض. هنشوف الكلام ده كله. اول صف بقى اللي هنبتدي ان احنا نعمل بقى فيه الحته بتاعه التقليل، او مش التقليل ده الغرض منه ان احنا نعمل نخلي الوش القدم يتني بقى على نفسه، يتني علشان ياخد الشكل اللي هو بيبقى زي نص دايره يعني جوه اللي هي الصوابع بتبقى موجوده فيه. هنمسك الابره بتاعتنا. طبعا زي ما انا قلت احنا دي بنشتغلها على الاكريليك، ده بينفع نشتغله على الابر المستقيمه، انا بس شغاله على الابر الدائريه عشان موضوع التصوير. اكيد يعني انتوا عرفتوا الموضوع ده. احنا هنشتغل ال14 غرزه الاولانيه بتاعتنا اللي احنا هنفترض ان هي التلت الاولاني، او هنسميها التلت الاولاني. خلصنا ال14 بتوع التلت الاولاني. ال12 بقى اللي احنا هنشتغلهم هنعمل اللي هو وش القدم. هنشتغل 11 الاول. اقول لكم ليه هنشتغل 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. احنا كده فاضل لنا غرزة واحدة منهم عشان يبقى خلصنا ال12. الغرزة ال12 هناخدها كيتو توجذر مع غرزة تانية من التلت اللي هو بقى التلت التاني، التلت التالت. تمام. طيب دلوقتي هنا المفروض عندنا 13 غرزة، 2 4 6 8 10 13. مش هنشتغل بقى هنا، هنسيب بقى 13 دول زي ما هم هنا، ونقلب الشغل بتاعنا ونعلم نقول ان احنا عملنا راوند 1 ونكتب احنا مشينا ازاي. الصف التاني احنا عندنا الخيط بتاعنا موجود في الابرة اللي هنا دي. هنرجع الخيط لورا. تمام. ونمرر الغرزة من غير ما نشتغلها عشان يبقى الخيط معانا على الابرة التانية اللي احنا هنشتغل اللي هي المفروض كأننا عاملين الغرز عليها. وهنشتغل كام غرزة دلوقتي؟ احنا بعد ما مررنا واحد من هنا فال12 اللي هنا بقوا 11، يعني كأننا اشتغلنا واحدة. تمام. طيب يبقى احنا كده ادي 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11. نعمل ايه بقى بعد ال11 دي؟ يبقى هنا احنا كأننا اشتغلنا 11. ال12 من دي هناخدها مع واحدة من اللي هنا ونعمل نشتغلهم مع بعضيهم غرزة عدلة. كده بقى عندنا الناحية التانية كام؟ 2 4 6 8 10 13. يبقى عندنا التلت الاولاني والتلت التالت بقوا فيهم 13. خلصنا كده نقلب ونرجع الخيط عشان نعمل الراوند اللي بعديها. اهم حاجة ما ننساش نكتب. تمام. هنمشي بقى على سيستم ان احنا عايزين نقلل من التلت الاولاني والتلت التالت. التلت التاني هنشتغل فيه ان احنا بنمرر اول غرزة، فادي كده يبقى 1. نشتغل 10 غرز مع عادي يبقى كده 11. والغرزة الاخرانية اللي هي 12 بنشتغلها كي تو توجذر او ان هي غرزة عدلة مع الغرزة اللي من التلت بقى، سواء الاولاني او التالت على حسب ما احنا شغالين. تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي. بنجيب الخيط من الارجل بره، نمرر اول غرزة. يبقى كده هنعدها 1 2. دلوقتي احنا عند الغرزة ال12. هتلاحظوا ان في زي فراغ ما بين الغرزة اللي هي ال12 الاخرانية والتلت اللي احنا رايحين ناحيته، فده ممكن يبقى علامة بالنسبة لكم ان انتم محتاجين هنا تشتغلوهم مع بعض. هنقرب كده ونشتغل مع بعض، وكده قللنا من التلت ده. يبقى عندنا 2 4 6 8 10 12. وهنقلب الشغل وهكذا هنشتغل بنفس النظام ده لحد ما يبقى عندنا في التلت الاولاني والتلت التالت 10 غرز فقط. تمام. ونيجي نشوف هنعمل ايه الخطوة اللي بعدها. كده احنا خلصنا التقليل بقى الاخير المفروض بالطريقة دي، وعملنا الصف اللي هو بقى الثامن اللي قللنا كده كل الطرفين، التلت الاولاني والتالت وصلوا ل10 غرز. 2 4 6 8 10. والناحية التانية زي ما هي برضو 10. واللي في النص 12. بدل بقى ما هنلف الشغل احنا بعد ما خلصنا ده، بدل ما هنلف الابر ونكمل الشغل وهكذا، احنا هنكمل الابرة بتاعتنا الصف عادي جدا برضو غرزة عدلة. وبعد ما نبقى عملنا تكملة الصف تبقى زي ما قلت لكم كده. رجعنا تاني هنبتدي بقى المرحلة الثالثة او المرحلة اللي بعد كده يعني. احنا دلوقتي في البداية زي ما قلت لكم بداية الشغل بتاعنا. هنشتغل المفروض دلوقتي هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هتشتغل 10. وبعدين الفراغ اللي هنا او الجاب الواسع اللي هنا هنشتغلوا مع بعضيهم. ده الغرزة دي مع ال12 اللي هو اللي في النص الجاب، بس علشان دي المفروض اللي احنا كنا بنعمل سليب من غير ما نشتغلها، فهي في واسع هنا، فاحنا هنقلله عن طريق ان احنا نعمل كيتو توجذر. فيبقى احنا عندنا ده كده هنعمل ده كيتو توجذر. وبعدين هنشتغل لحد ما نوصل للجاب التانية اللي هي اللي هنا دي او الفراغ التاني اللي هو هنا، ونشتغل دي مع دي كيتو توجذر على حسب الباترون. هنشتغل 10 الاول غرزة عدلة، وبعدين هنشتغل 2 مع بعضيهم، وبعدين هنشتغل 9 غرزة عدلة، بعدين هنشتغل 2 غرزة عدلة مع بعضيهم، بعدين هنكمل اخر الصف اللي هو 9 غرز نشتغلهم غرزة عدلة. تمام. فاحنا هنعمل الجزئية دي هنشتغلها غرزة عدلة، ونخلص نقفل الفراغات اللي انا بقول لكم عليها. يبقى تاني عشان تركزوا معايا، علشان انتوا هتشتغلوها دي لوحديكوا او الصف ده لوحديكوا. نشتغل 10 غرز، وبعدين هنشتغل غرزتين مع بعض غرزة عدلة،
وبعدين هنشتغل 9 غرز، وبعدين هنشتغل غرزتين عدلين مع بعضهم، وفي الاخر هنشتغل 9 اللي هيكونوا باقيين الصف، علشان يبقى بعد كده الناتج معانا هيبقى 30 غرزة، هيبقى 30 غرزة. نيجي نشوف هنعمل ايه تاني. بعد ما خلصنا الصف اللي احنا قللنا فيه كمان تقليلة ووصلنا الغرز عندنا كلها ل30، بنعمل صف تاني وغرزة عدلة فقط، وبعد كده هنبتدي نشتغل الجزء بقى بتاع الاستك او الساق. طبعا الاستك او الساق ده عايزين تشتغلوا غرزة عدلة وش عادل وش مقلوب، اوكي. عايزين تشتغلوا كله غرزة عدلة مفيش مشكلة. عايزين تعملوا زي ما انا هعمل اللي هي غرزة الجيرسي اللي هي 1 باي 1 ريب او 2 باي 2 ريب زي ما انتوا عايزين، اللي هي بتبقى غرزة عدلة وغرزة مقلوبة او غرزتين عادلين وغرزتين مقلوبين. طبعا الافضل ان انتوا تخلوه اللي هو غرزة الجيرسي، لان الاستيك بتاع الاكلوك يبقى يعني ايه اللي هو بيوسع وبيضيق واحنا بنلبسه، علشان يبقى ماسك كويس في الرجلين، ما يتقلعش بسهولة او ما يبقاش مش ظريف. ده غير ان الغرزة بتاعت ال1 باي 1 ريب او 2 باي 2 ريب بتقلل من سمك او محيط الشغل، فهتلاقوا ان هو بقى من تحت من عند القدم مريح، لكن من عند الساق ماسك عليها من غير طبعا ما يكون ضيق او بيضايق في اللبس او كده. فاحنا هنخلص ده. انا بالنسبه لي بحب اشتغل 1 باي 1 ريب اللي هي غرزه عدله وغرزه مقلوبه، وبنفضل شغالين فيها يعني شغالين النظام ده او الغرزه دي لحد ما نوصل لطول الساق اللي احنا عايزينه، على حسب ما احنا عايزين الساق طويله بنزود في عدد الصفوف اللي هي 1 باي 1. عايزين لا مش طويله، عايزاه بالظبط يا دوبك اول ما يتلبس خلاص يعني يغطي القدم بس، بنعمل صفوف اقل. نشتغل صف واحد 1 باي 1 او يعني ايه هنشتغل معاكم غرزة عدلة. طبعا دي مفيش فيها اي صعوبة او اي مشاكل. في احيانا ممكن نشتغل الصف بتاع الساق ده بإبرة اصغر من الابرة اللي احنا اشتغلنا بيها الجزء بتاع القدم، كمزيد يعني من ان احنا نضيق الغرز شوية عشان تبقى ماسكة اكتر في الرجل، برضو زي ما انتوا عايزين، او زي ما الباترون اللي انتوا عايزين تعملوه محدد. بعد بقى احنا ما نخلص الجزء بتاع الساق هنبتدي ان احنا نقفل الشغل ونبتدي نشتغل بقى الجزء بتاع الخياطة، فتبقوا تجهزوا الإبرة الخياطة الخاصة بالتليفون، هي بتبقى تخينة شوية. خلصنا اول صف 1 باي 1 اللي احنا هنشتغل بقى عليه لحد طول الساق. انا بس حابه اوريكم ان الشكل بتاع الاكلوك بدا الى حد كبير جدا يبان. ادي عندنا هيبقى القدم من تحت وادي بوز الاكلوك، وبعد كده بقى احنا هنطلع بالساق فنعمل عدد الصفوف والطول اللي احنا عايزينه اللي انتوا محتاجينه، وبعد كده نيجي عشان نقفل الشغل ونشوف هنخيطها ازاي. فكملوا معايا واشوفكم ايه في الجزء الاخير ان شاء الله. انا عملت دلوقتي 10 صفوف للجزء الخاص بالاستيك او غرزة الجيرسي اللي هي 1 غرزة عدلة 1 غرزة مقلوبة، وخلصت. انا شايفة ان كده طول الساق بالنسبة لي مناسب للي انا عايزاه، وهبتدي اقفل بقى. فنقفل مع بعض. انا هقفل بطريقة ان انا هشتغل الغرزة العدلة عدلة والغرزة المقلوبة مقلوبة، او ان انا هقفل الغرزة العدلة عدلة والمقلوبة مقلوبة. ازاي؟ هنشوف مع بعض. الاول ليه انا اخترت الطريقة دي؟ علشان الطريقة دي بتدي مساحة اكتر كمان في الاسترتش بتاع الاستيك من فوق، فاللي هي مش هحس ان انا بغلاسة وانا بلبسه او وانا بقلع الاكلوك ده او عند اللبس والعلق. انا هشتغل اول غرزة هي المفروض عندي عدلة، انا هشتغلها عدلة. تاني غرزة
مقلوبة، هشتغلها مقلوبة وبعدين هقفل وهي على الوضع المقلوب اللي هي الخيط بتاعي لجوه مش لبره. بعدين هرجع الخيط لورا لان انا هشتغل الغرزة اللي بعديها عدلة، والغرزة بقى دي هقفلها وهي على عدلة، وهكذا هشتغل زي ما هو المفروض واقفل في الاتجاه بتاعي اهو. دلوقتي في لحظة حرجة ان شاء الله ان شاء الله يقضي اخر حتة. يا مسهل يا رب. واخر كرسي الحمد لله. لو كان في بقية البقرة لسه في مكملة معايا كنت هنقص الخيط بشكل طويل، يعني هنسيب الخيط طويل شوية لان احنا هنخيط بالطرف ده، لكن زي لو حصل معاكم زي ما حصل دلوقتي احنا هنقفل الشغل بتاعنا عادي، بعد كده نبقى نخيطه حتى ممكن بخيط عادي بإبرة وخيط عاديين اللي هي الفتلة العادية اللي احنا بنخيط بيها الهدوم، يعني مش شرط يبقى بنفس الخيط او بتاع اللكلوك اللي هو الخيط الصوف، ممكن يبقى بخيط عادي، بس انا هخيطه بخيط صوف بس مش نفس يعني هختار، لان ده زي ما قلت لكم انا مدخله لونين مع بعضيهم او خيطين مع بعضيهم، علشان كنت حابه دمج الالوان دي مع بعضه، علشان كان الخيط حساه رفيع لوحده فدخلت معاه خيطين، بس انا بالنسبه لي دلوقتي هخيط بلون واحد او بفتله واحده اللي هي الصفرا دي. طيب قبل ما نخيط الاول نشوف الشكل بقى عامل ازاي اهو، ده كده شكل اللكلوك بتاعنا. طيب ادي احنا خلاص المفروض هنبتدي نخيط. قبل ما نخيط احنا نشوف احنا هنخيط على انهي وش اللي عاجبنا اكتر، لان هو احنا قلنا الوش زي الظهر بالنسبه لنا هنا، فاحنا بالنسبه لنا هنشوف انهي وش مثلا اللي ما فيهوش شكل، فيش نتشه، ما فيش حته عقده، يعني انا هنا الظهر مثلا في عندي او هعتبر ان ده الظهر، في عندي دي مربوطه كنا رابطين فيها الخيط او في ديفو في الخيط، فانا هختار ان ده يبقى الظهر او يبقى الجزء الداخلي من اللكلوك، يعني ده هيبقى الوش بتاعه، فعشان ده هيبقى الوش بتاعه انا لما هاجي اخيط هخيط على الظهر، اي حد بيخيط اي حاجه عارف الموضوع ده، خليها على الظهر هنا كده واخيط من الظهر وبعد كده هقلب اللكلوك، وهنبتدي من فوق اول لتحت. طبعا انا قصيت مديه راحتي شويه في طول الخيط عشان ما تزنقش زي الزنقه اللي زنقتها وانا بقفل الشغل. اعمل الغرزه بتاعتنا نربطها كويس ونخيط من فوق من عند النهاية، من الحته اللي احنا ختمنا منها لحد
تحت هنا وبعدين من هنا لحد هنا. بعد برمطنا الخيط الفتلة بتاعتنا نعملها بالمنظر ده كده، نخيط كده. طبعا كل ما تقربوا من المكان اللي انتوا بتدخلوا فيه الابرة، كل ما الفراغ هيبقى قليل، كل ما هيبان اكثر تلاصق، مقفول اكتر ومفيهوش فراغات، ما يتفكش معاكم. شفتوا انا بخيطه ازاي؟ بدخل الابرة كده من جوه لبره، من الناحية التانية من جوه لبره برضه. طيب هنمشي بالنظرية او بالنظام ده لحد ما نخلص. الساق لحد ما نخلص الخياطة الساق، بعدين القدم من تحت، نيجي نشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. خلصنا خياطة، نقص الخيط ايه ده شكل الكلوب من جوه، نقلبه بقى عشان نشوفه من بره. حقيقي شكله جميل، حقيقي سهل وبسيط، والخياطة بتاعتنا بصوا من تحت مش باينة خالص كأنه متخيط. ده شكل الصوابع. طبعا هو لما بيتلبس يتفرد عادي، بياخد شكل الرجل، كان مريح وجميل. وبس كده، نعمل بقى الفردة التانية بتاعته بالخطوات بنفس الطريقة وبنفس الخطوات وبنفس عدد الصفوف اللي احنا كاتبينها معانا. وزي ما قلت لكم هو ما اخدش معاه ورقة كراسة في الخطوات، فبالتالي هيبقى سهل خالص ان احنا نكتب، وسهل ان احنا نمشي على نفس الخطوات دي تاني عشان نعمل الفردة التانية تبقى زيه بالظبط. وبس اتمنى ان يكون الشرح كان واضح وسهل وعجبكم، وما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب في القناة علشان تشجيعكم ودعمكم مهم جدا بالنسبة لي. بس بالتوفيق.